السلام عليكم. فيديو اليوم الحد 3/9/2023. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن سوق الرز وعن جميع المحاصيل الموجودة معانا على القناة. لو انت أول مرة تشوف القناة شرفني باشتراكك في القناة ولايك للفيديو. اللايك ما بيخسرش حضرتك حاجة، بس بيوصل الفيديو وبيقترحه نظام اليوتيوب. هنبدأ مع بعض إن شاء الله نتكلم شوية في سوق الرز. بالنسبة لسوق الرز، السوق دلوقتي متروك للعرض والطلب والسوق المحلي. يعني بمعنى إن بوادر التموين دلوقتي إن هو شال إيده من سوق الرز. لحد دلوقتي مفيش قرارات، سواء قرار بتوريد أو تسعير أو دخول مضارب الحكومة في الأسعار أو استلام الرز. ومن الواضح كده ان ممكن ما يبقاش فيه توريد او اي حاجة من دي السنة دي. فطبعا هيبقى متروك للعرض والطلب، ومتروك طبعا للمخزن. كل ده هيبقى يؤثر في سعر الرز. لحد دلوقتي المخزن منزلش السوق. المخزن دلوقتي واقف بيستني، دافع فلوسه ومستني الرز ينزل عشان يبدأ يخزن. طيب الرز دلوقتي في ايد الفلاح، والفلاح برضه ما هوش عايز يفرط في محصوله بسعر قليل. والمضارب اللي عندها طلب على الرز بتستلم رز وبتبيع على قد الطلب اللي عندها. وكل ده اللي بيدور في السوق. يعني كل ده اللي بيدور في السوق عشان الناس تبقى واضحة. يعني ده وجهة نظرني، وممكن تصيب وممكن تخطئ، بس ده اللي انا شايفه في السوق. الكل مستني لنقطة معينة عشان يبدأ عندها التخزين، ويبدأ المضارب برضو عايزة تخزن رز. لا وما تغلطش غلطة السنة اللي فاتت طبعا. ما كانش بإيديهم، بس برضو السنة دي مش عايز يسيب نفسه خالي من الرز. وكل مستني لحد ما نشوف الدنيا هتمشي ازاي. فكان من باب أولى، أو من وجهة نظر أنا، إن يتعمل سعر عادل للرز والكل يبني على السعر ده ويمشي عليه. ساعتها المستهلك هيعرف هو يشتري الرز بقد ايه، والفلاح عارف هو بيبيع رزه بقد ايه. ساعتها لو كان السعر ده اتحط، كل كان هيشتغل وهو مطمن. لا حد خايف يخسر، ولا الفلاح خايف يبيع وبعد كده السوق يرفع، ولا الكلام ده كله. بس ده الوضع اللي موجود دلوقتي في السوق. اللي عنده طلب وبيعرف يمشي بضاعة وبيعرف يسلك نفسه في البضاعة بيشتري على قد الطلب اللي عنده وعلى حسب الأسعار اللي هو متفق عليها، سواء في الأبيض أو في المخلفات. وبيشتري بناء عليه الشعير وبياخد احتياجاته وبعد كده بيستنى. ده اللي ماشي في السوق. وبرضه الفلاح برضه لو السعر نزل بيمتنع عن البيع ويقل العرض في السوق. يعني عشان مخبيش على حضراتكم، كان في محاولات ان السوق ينزل ل10 و500. بس طبعا لما المحاولات دي ما لقتش عرض، السوق سيبت زي ما هو. فعشان يبقى كل الكلام واضح للناس كلها، يبقى انا كده وضحت السوق وحالة السوق في الايام دي. ايه اللي هيحصل بعد كده احنا منتظرين، الله اعلم. ايه الجديد اللي هيجي؟ طبعا الجديد ان شاء الله بننزله هنا على طول على القناة. عشان ما نطولش على حضراتكم، هنبدأ نقول الاسعار النهاردة على اول اليوم، على اول اليوم، عشان الناس تبقى فاهمة. دي اول اسعار اول اليوم. سعر الرز الابيض العريض على جودة زيت وبخار وسوليتكس ب 19700 من ارض المضرب. سعر الرز الابيض الرفيع على جودة زيت وبخار وسوليتكس 17800 من ارض المضرب. ده البضايع العالية. بالنسبة لأسعار الرز الشعير، الشعير العريض وصال للمضرب ب12400، والشعير الرفيع وصال للمضرب ب11400. الأسعار التنفيذ من أرضه 11200 أو 11100 في الرز الشعير الرفيع، والتنفيذ في الشعير العريض 12100 و12200. الأسعار الرز القديم
الرز القديم بيزيد من 200 إلى 400 جنيه على حسب برضو طلب المضرب. ده بالنسبة للأسعار اليوم على أول اليوم. بالنسبة لأسعار المخلفات، السرسة المطحون ب1100، الكسر الناعم ب11000، والجونة ب10000. والأسعار كلها يا جماعة قد تختلف من مكان إلى آخر، وتنزل من 200 إلى 100 على حسب، أو ترفع من 100 أو 200 على حسب الأسعار اللي أنا قلتها، عشان الناس بس ما تختلفش في الأسعار. وبالنسبة لأسعار القطن، أسعار القطن جيزة 94، انطار 157 كيلو ونص، ب7300 إلى 7500. الأسعار دي كلها أسعار تخزين، يعني ناس بتتخزن ومستنية سوق القطن الجديد اللي إن شاء الله يعني في خلال شهر هيتعرف كل حاجة في سوق القطن الجديد. ده بالنسبة لأسعار القطن. وبالنسبة لأسعار القمح، من 10 ونص إلى 11 ألف للطن. أسعار أسعار الفاصوليا، عشان ناس سألة عن أسعار الفاصوليا، أسعار الفاصوليا من 48 ل49. ده البضايع العالية. بالنسبة بقى أسعار الذرة، الذرة المستورد البرازيلي صب أرضه في المينا 12400 للطن، والذرة المستورد الأرجنتيني ب12400. الأوكراني والبلغاري والروماني ب11300 للطن صب أرضه في المينا. بالنسبة لأسعار الذرة المحلي، الذرة المحلي الأبيض 11500، والذرة الأصفر ب12500. ده أسعار الذرة للطن تنفيذ أرض الواقع اليوم. طبعا الذرة المحلي في هزة في السوق، يعني في هزة نزول في السوق، بس برضه مفيش عرض. يعني مهما يعني في هزة والناس بتقول إن في نزول، بس مفيش عرض. عشان مثلا لما تقول الناس ماسكة في 12 ونص و11 ونص، وكمان ممكن في ناس بتزود عن كده في الذرة الأبيض. فعشان إن أنت تقول إن في نزول على أرض الواقع مفيش، لأن لما بتقول نزول محدش بيعرض بضاعة. ده ملخص لسوق الذرة. والأردب، الأردب النهاردة الأصفر أردب 220 كيلو من 1350 ل 1400، والأبيض من 1250 إلى 1350، على حسب درجة الكوز كبير أو صغير أو وسط. فالأسعار بتختلف على حسب اللي أنا بقوله لحضراتكم ده. إنما الرطوبة هو ده سعر الأردب اللي طالع من الغلاف بتاعه. وأسعار الفول البلدي ثابتة في زي ما هي، من الرفيع من 4800 ل 5000، الأردب 155، البضايع العالية. والفول العريض من 4700 ل 4900، الأردب برضو البضايع العالية. وبكده يكون عرضنا مع حضراتكم جميع الأسعار اليومية على القناة. وطبعا احنا بنحاول نجتهد في حالة السوق، إنما الأسعار سليمة 100% إن شاء الله. وأشوف حضراتكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.